عارفين انتوا لما تيجوا في وقت تبقى نفسكوا راحة للأكلة كده من أكلات زمان بتاعت أمهاتنا وجدودنا؟ أديني قعدت كام يوم نفسي في الأكلة دي، سمعت عنها وكلتها مرة واحدة وكنت نفسي أعملها. نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف هنعمل ايه. جبت كده حلة على النار، حطيت فيها معلقة من السمنة، معلقتين 3 كده من الزيت، وحطيت كده بصلتين كبار جدا. لازما الأكلة ديت تكون فيها بصل كتير، والبصل لازم يتحمر كويس جدا. تمام. في طاسة تانية حطيت فيها برضو معلقة من السمنة ومعلقتين كده من الزيت، وحطيت فيها 3 معالق من الرز. انا حبيت اعملها رز محمر. في ناس الاكلة دي بتعملها برز عادي من غير ما تحمر، بس انا حبيت احمره عشان يبقى كده ايه حلو وما يبقاش معجن في الاكلة دي. بعد ما البصلة احمرت كده اصفرت بسيط، حطيت كده معلقة من الثوم المفروم، وخليت البصلة تحمر جدا جدا زي ما انتوا شفتوها في الفيديو. نزلت من الطماطم حوالي كده نص كيلو من الطماطم، وبدأت ايه احط بقى الملح ومرقة الدجاج والفلفل والكمون، بس كده متحطلاش حاجة تاني. وهدي النار عليها واسيب التسبيكة بتاعتنا كده تتسبك حلو. دخلت في التسبيكة بزود المية بتاعتي، بحط لها مية. تمام. وابدأ اول ما تقلب معانا كنت مجهزة ربع كيلو من الفول المدشوش، ونقعته كده ساعتين 3، لازم يتنقع شوية. تمام. ده ربع كيلو فول مدشوش. في نفس الوقت كانت الرز بتاعنا ايه استوى، بس مش بحطه على طول يا جماعة، بسيب الفول المدشوش يستوي شوية كده في التغذية بتاعتي، يبقى نص سوا. بعد ما يبقى نص سوا بحط الرز بتاعي ياخد قلبتين بس، وبطفي النار عليه وبسيبه كده. الاكله بتاعتي جاهزه معانا. طبعا لحد دلوقتي كده انت عرفتوا الاكله دي ايه. ناس كتيره ما تعرفهاش. الاكله دي في الاخر بتبقى ليها طشه كده حلوه بتوم وكزبره ناشفه. تمام. بعد ما عملت الطشه كده لو احتاجت ميه بزودها كده كبشتين ميه او شوربه. الاكله دي اسمها فول بالتخديعه. عايزه بقى عيش بلدي وبصل وبألف هنا.